النهاردة بقى هنعمل مع بعض القرص الطرية للفطار بالعجوة بطريقة سهلة وكمان اقتصادية بطعم وريحة زمان. هتعمليها دي يعني بأسهل وأبسط طريقة، مكونات كلها في بيتك. هتعمليها بقى للفطار وللعشاء، ممكن تديها للولاد في اللانش بوكس. سهلة واقتصادية، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هتعملي كمية ما شاء الله، شايفين شكلها. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، يلا بينا. أهلا بيكم في مطبخ التوفير مع أم محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده زي ما شفتوا هنعمل مع بعض القرص الطريه باسهل طريقه. اول حاجه بحب اجهز الخميره. جبت عندي نص كوبايه من اللبن الدافي، تضيفي معلقتين كبار بقى من السكر ومكعب من الخميره البيره واقلبهم كويس واسيب لحد الخميره تتفاعل. لو ما عندكيش خميره بيره ممكن يعني تستخدمي معلقتين كبار من الخميره الفوريه. انا هعمل قرص الطريه عندي بالسمنه، اي نوع سمنه عندك. انا هحط 3 كوبايات بقى من السمنه. انا هستخدم يعني هعمل مقدار 2 كيلو، هحط لكل كيلو كوبايه ونص من السمنه. ده المقدار ده مظبوط جدا وبخليها دايبه معاكي وهشه في نفس الوقت، متخليهاش ما تنشفش منك. انا هحط 3 كوبايات بقى من السمنه، احطهم على البوتاجاز لحد ما يسيحوا معايا، يعني ما تتقدحش كده، بتسخن بس معايا، تفك كده معايا بالشكل ده. احطهم بقى على البوتاجاز ل3 كوبايه لحد بقى السمنه ما زي ما قلت تسيح معايا بالشكل ده. هنا ده 2 كيلو من الدقيق، ده دقيق سايب بس انا يعني متاكده ان نوعه حلو، انا مجرباه قبل كده. احط عليه بقى رشه من الملح، وانا كنت نخله الدقيق قبل كده. واحط عليه كيس من البودر بالشكل ده. احط بقى كل كيس البودر واحط عليه حوالي 3 معالق كبار من السمسم، ده سمسم محمص بالشكل ده. واقلب بقى كل ده مع بعض، وممكن تزودي كمان معلقتين كبار من السكر لو بتحبها مسكره. هقلب بقى كل ده مع بعض كويس. وعندي هنا السمنه يعني بعد ما سيحتها على البوتاجاز، شايفين شكلها هي مش سخنه، انا يا دوب سيحتها بس يعني بالشكل ده. هفضيها بقى على الدقيق واقلبه بالمعلقه الاول، وبعد كده هبدا ابس بقى الدقيق بقى مع السمنه بالشكل ده. هقلبه الاول بعد كده بقى هبسها. انا عايزه الدقيق كله يتغلف بقى بالسمنه بالشكل ده. هبدا بقى اعمل بايدي بالشكل ده، هعمله بقى بايدي لغايه بقى الدقيق بقى ما يعني يتشرب كل السمنه بالشكل ده. كده ببس الدقيق، انا بدعك الدقيق كله بالسمنه كده. الحركه دي بتخلي معايا بقى يعني ايه، القرص بتكون دايبه وطعمها جميل. جربيها بجد هتعجبك. ما تشيليش بقى هم الفطار بقى والعشاء، الولاد جعانين جنب كوبايه شاي بلبن في الفطار كده الصبح، ممكن تديها بقى في اللانش بوكس مغذيه سهله برضو واقتصاديه. هتعملها كميه ما شاء الله تكفيك يعني طول الاسبوع عندك للفطار وللعشاء بالشكل ده. هفضل بقى بس بقى في الدقيق بالشكل ده لغايه بقى ما يعني ايه، انا عايزه الدقيق كله يشرب بقى السمنه بالشكل ده. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو تنوني بالاشتراك في القناه بقى وتسيبيلي كومنت حلو يشجعني بالشكل ده. هفضل بقى يعني بس في الدقيق مع السمنه لغايه بقى الدقيق ما يشرب معايا كل كميه السمنه ل3 كوبايات اللي انا حطاهم بالشكل ده. بعد ما قلبت الدقيق مع السمنه بالشكل ده هنزل عليه بالخميره، هي بدات تتفاعل معايا بالشكل ده. وابدا بقى اقلبهم بقى مع بعض كويس واعجن فيهم. ممكن تعجني بقى بلبن رايب عندك، بلبن المتوفر عندك يعني اشتغلي بيه. انا عن نفسي هعجن بلبن عشان ازود القيمه الغذائيه. عندي هنا ده حوالي كيلو من اللبن، انا هبدا اعجن فيه بالشكل ده. ابدا بقى الم العجينه بالشكل ده، هبدا اعجنها. هي بتاخدش وقت يعني هزود اللبن حبه بحبه يعني شويه بشويه، ما احطش مقدار اللبن كله مره واحده، كل نوع ده بيختلف عن التاني. انا هبدا اعجن وازود اللبن شويه بشويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يتعجن معايا. بقى ازود بقى شويه اللبن بالشكل ده واعجن فيها. عجنتها بقى بالشكل ده، شايفين شكلها وده قوامها بالشكل ده. هكور جزء منها يعني مفيهاش اي تشوقات ولا حاجه كده. عندي العجينه كويس يعني. هسيبها بقى اغطيها واسيبها لحد ما تخمر بالشكل ده. ده شكلها بعد ما خمرت بقى وحجمها اتضاعف. هبدأ بقى اشكلها بقى معايا، هقطعها بقى لقطع صغيرة بالشكل ده. يعني هقطع منها قطع صغيرة واكورها معايا بالشكل ده. اتهشى خالص عندي وحجمها اتضاعف، هكورها بقى بالشكل ده. ممكن تعمليها سادة، ممكن تحشيها اي حشوة عندك، تحشيها جبنة، تحشيها ملبن. انا عندي عجوة فهحشيها بالعجوة بالشكل ده. هجيب قطعة من العجوة انا مكوراها وهفردها بقى في القرص بقى بالشكل ده في قطعة العجين يعني.
انا بحب حجمها متوسط، ما بحبش اكبر حجم القرصة يعني، بحب اعملها حجمها يعني متوسط بالشكل ده، بحيث يعني الاولاد ياكلوها يعني بالشكل ده. اعملها على ايدي بالشكل ده، ممكن تفرديها في الرخامة او على الصينية، بس انا بحب اعملها بايدي. وارص بقى في الصينية بالشكل ده، خد جزء كمان بالشكل ده، كورها برضو وهفردها، واحط قطعة من العجوة بالشكل ده، والفها على ايدي، وبعد كده اسويها يعني بالشكل ده. لازم اقفل كويس على العجوة يعني، على الحشو يعني بالشكل ده، لحد بقى ما اخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. بعد ما خلصت كل الكمية ما شاء الله هي عملت معايا كمية كبيرة، وفي كمان بقى صينية كبيرة برضو بالشكل ده. هبدأ بقى اسوي فيها بالشكل ده، هسيبها حوالي ربع ساعة تخمر تاني، وبعد كده ادخلها بقى الفرن بقى تستوي. شايفين ما شاء الله يعني حجمها كبير. ده شكلها بعد ما استوت، شايفين شكلها واخدة لون ذهبي وجميل يعني، ومستوية بالشكل ده. هبدأ بقى ارصها في الصينية عندي هنا، اسيبها لحد بقى ما تبرد معايا، لازم ابردها برضو على الصينية كبيرة زي كده. وبعد كده اعبيها بقى في علبة واسيبها بقى يعني محكمة الغلق، يعني الفطار بقى للعشاء جنب كوباية شاي بلبن، سهلة وسريعة وكمان اقتصادية، بجد موفرة جدا يعني. هتعملها بقى للفطار وللعشاء، الولاد جعانين في وسط اليوم عايزين ياكلوا حاجة مغذية سهلة وسريعة. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي، هشة بقى جدا وطرية، بجد طعمها جميل وريحتها جميلة. جربيها بقى الوصفة دي بجد هتعجبك. لو عجبتك بقى متنسيش بالاشتراك في القناة وتنورني بقى وتسيبيلي بقى كومنت حلو.